برشلونة وفالنسيا لقاء في الجولة 21 من الدوري الإسباني. برشلونة راح يواجه مباراة صعبة، فريق فالنسيا فريق قوي جدا. هو تحسن في آخر 5 لقاءات خاضها، كان هو السباق في تسجيل الأهداف على الفرق المنافسة، سواء تعادل أو خسر أو فاز كان هو اللي ببادر في تسجيل الأهداف. فهو برشلونة راح يواجه فريق قوي، فالنسيا فريق لا يستهان به، لكن على برشلونة تحسين خط الدفاع، وإنه يكون خط الدفاع في يومه ومركز كويس. فليك في المؤتمر الصحفي حكى احنا دائما هدفنا الفوز في المباريات اللي بنخوضها في اي مسابقه. احنا بدنا عقليتنا هي دائما الفوز في اللقاءات، لكن يجب على هانز فليك يعني معالجه مشكله انهاء الهجمات والفرص السانحه للمهاجمين، يعني المفروض يشتغل عليها. يعني هو مدرب كبير، المفروض بيعرف انه في عنده مشكله في انهاء الفرص، المفروض انه يشتغل عليها في التدريبات. على فليك وضع خطه مناسب لهذه المباراه، يعني خاصه اذا فالنسيا تكتل دفاعيا. يجب على فليك انه توجيه اللاعبين خط الوسط والمهاجمين بنقل الكرة بشكل سريع وخاطف، كرات قصيرة خاطفة لسحب من خلال الجناحين، لسحب المدافعين خارج الصندوق خارج خط ال 18، واعطاء فرصة لرأس الحربة اللي هو ليفاندوفسكي اذا لعب يسجل اهداف داخل منطقة الجزاء. طبعا في هيك مباراة اذا كان فيها تكتل دفاعي بفضل انه يكون في مهاجم وهمي زي فيران توريس. فيران توريس يجيد اللعب خارج الصندوق وداخل الصندوق. ليفاندوفسكي هو لاعب صندوق، يعني لاعب داخل منطقة الجزاء بيجيب لك أهداف، لكن مباريات مفتوحة ليفاندوفسكي كويس جدا. في مباريات إذا فيها تكتل دفاعي لا، فيران توريس بكون كمهاجم وهمي بكون أحسن. لأنه المهاجم الوهمي بإمكانه أنه هو كمان يسحب المدافعين إلى خارج خط ال 18، وأعطاء فرصة للجناحين المهاجمين هم لامين يامال ورافينيا بالدخول وتسجيل الأهداف. ليفاندوفسكي هو مهاجم كبير، لكن ما بمر بأحسن حالته حاليا. يعني أنا برأيي يعطي فرصة لفيران توريس يلعب كمهاجم وهمي. بالمقابل فريق فالنسيا راح يعتمد على الهجمات المرتدة المباغتة والسريعة، وراح انه يسيطر على بعض مجريات المباراة في بعض الدقائق، لكن على دفاع برشلونة يكون متيقظ، وانه يقلل من عدد الاخطاء اللي بوقع فيها، خاصة اذا اعتمد على مصيدة التسلل، وكسادوا عليه انه يبطل هجمات فريق فالنسيا في نصف الملعب او يحاول ياخرها لحين رجوع خط الوسط مع المدافعين. انا بتوقع انه برشلونه راح يقدم مباراه كبيره ان شاء الله وانه يفوز. بينيا في حراسه المرمى بالنسبه لتشكيله برشلونه، في الدفاع بالدي، اروخو، كوندي وكوبارسي. في خط الوسط إيريك غارسيا وكاسادو وجافي. في خط الهجوم لامين يامال وفيران توريس ورافينيا. بيدري راح يغيب عن هاي المباراة لأنه مع التهاب في المعدة. فأنا بتوقع في هاي المباراة برشلونة يفوز على فريق فالنسيا بنتيجة 4 أهداف مقابل لا شيء.